الناس فعلا كلها النهارده مهتمه بالموضوع ده. في ناس مؤخرا بدأت تسأل عن موضوع التقاضي عن بعد. ايه الموضوع ده؟ الدوائر القضائيه كلها حاليا في دورات تدريبيه مكثفه من وزاره العدل بفكره ان انا النهارده ما عادش ان انا ممكن جلسه تدار بحضور محام داخل المحكمه. مش عايزين نذكر بعض اسماء البلدان، لكن انا اقول لك ان انا سافرت وشفت فكره التقاضي عن بعد، جلسات بتدار مع القاضي وان انت النهارده بتدار معاه عن بعد. مش شرط ان انا كمحامي ابقى بشكل دايم داخل المحكمه، لا خالص. الفكره كلها ان انت قاعد قدام ممكن اللابتوب بتاعك، انت بتترافع، بتقدم مذكره، او ممكن بتشتغل مع المحكمه عن بعد. ما عادش في فكره بقى ان انا النهارده انزل واروح المحكمه واحضر. وخلي بالك احنا في الاونه الاخيره بقينا ملامسين لذلك، لان النهارده كافه المتهمين حضورهم كان الاول ممكن نقول ان هو كان بيكلف وزاره الداخليه ووزاره العدل عناء كبير جدا ان هم يصطحبوهم من داخل الاقسام الشرطه او من داخل محبسهم بشكل عام، يعني لحضور جلسات. دلوقتي الموضوع بقى عباره عن شاشه، عباره عن كونفرنس. انا النهارده كراجل قاضي ممكن بيدار المحاكمه مع المتهم مثلا في اجراء مثلا تجديد الحبس، بيدار المحاكمه عن طريق شاشه، بتشوف المتهم انت كقاضي وانت كمحام عن طريق الشاشه. فطبعا انا سعيد جدا بالموضوع ده، وفي القريب هنبقى في خطوه زي دي.